وفي سنة 2008 بمدينة الدار البيضاء واحد السيد في عمره 50 سنة مزوج وعنده 3 الوليدات وجوج بنات. عنده واحد الحانوت كيبيع ويشري الأواني وكانت فيه بلية الشراب. كل نهار كيجي سكران، هادشي اللي خلى يكونوا عنده المشاكل مع الزوجة والأبناء. بسبب هاد البلية ديما تيجي معطل الدار، شحال من مرة تيوصلوا غير جيران لدارو. وهنا الأبناء ما كانوش راضين على هاد الوضع وشوها قدام الجيران، وبقى على هاد الحال. تشوفو بنهار تقول هذا ملاك، ولكن بالليل تيولي شخص آخر بسبب الشراب. حتى ولاو الجيران كيتشكاو منه بسبب تخسر الهضرة. دازت الايام واعوام باقي على هاد الحالة، لدرجة كلشي ولف عليه ديما سكران. الله يعفو على كل مبلي. بنهار راجل مزيان وبالليل تيولي قبيح بسبب الشراب. مشات الايام وجات الايام حتى لواحد النهار في واحد الصباح خرجت واحد السيدة في الصباح غادا الخدمة ديالها، حتى تيبان ليها واحد الراجل مرمي قدام واحد الدار ومضروب في راسو وغارق في الدم. هاد السيدة رجعت للدار مخلوعة عند راجلها وقالت له كاين واحد السيد مضروب في راسو ومرمي قدام واحد الدار. فاش خرج الزوج شاف هذاك السيد وقال لها هذا راه ميت. خبروا البوليس وجاو البوليس لعين المكان وداروا المعاينة ديالهم ولقاوه مضروب ضربة في راسو. وفاش داروا التحريات وقلبوا جيبو لقاو عنده شي سوارت ومبلغ قيمته 2 مليون. وهنا البوليس استغربوا كيفاش هاد السيد تعداو عليه وقتلوه وفلوسو في جيبو، واش كان الغرض من القتل ديالو من غير السرقة. البوليس خداو الاقوال ديال السيدة والسيد اللي بلغوا البوليس وقالوا لهم هاد السيد ما كنعرفوش. اذا البوليس غيستنتجوا ان الضحية ماشي من هاد الحي. سولوهم البوليس وقالوا لهم شكون ساكن في هاد الدار اللي كان مرمي قدامها. قالوا لهم كاين واحد جوج بنات خواتات ساكنين في هذيك الدار. هنا البوليس دقوا في هذيك الدار وحتى شي واحد ما جاوبهم. جا واحد السيد من هذوك الناس اللي كانوا حاضرين، شاف الضحية وتعرف عليه وقال للبوليس هاد السيد راني كنعرفو. قالوا ليه فين كتعرفو؟ قال لهم كيبيع الاواني في واحد الحانوت. قالوا ليه واش عارفين ساكن هاد السيد؟ قال لهم لا ما عرفتش. هنا البوليس طلبوا منه يمشي معاهم الحانوت ديال الضحيه وبالفعل غيوريهم الحانوت. وهنا بداو البوليس كيسولوا التجار على الضحيه وسولوهم امتى اخر مره شافوا الضحيه. وهنا جميع التجار قالوا لهم غير البارح شفناه مع 8 ديال الليل وكان معاه ولده. توصلوا البوليس الدار ديال الضحيه وخبروا الزوجه والابناء ديالو باللي بوهم مات مقتول في واحد الحي. هنا الابناء استغربوا، قالوا الاب ديالنا ما عنده حتى شي واحد في صحابه في هذاك الحي، اش مشى يدير تماك؟ هنا البوليس قالوا لهم راه قالوا لنا التجار باللي شي واحد من ولادو كان معاه البارح مع 8 الليل. واحد من ولادو قال لهم انا اللي كنت مع الاب ديالي ولكن تفارقنا في هذيك اللحظه وانا جيت للدار وهو مشى. قالوا ليه ما عرفتيش فين مشى؟ قال لهم غالبا غيكون مشى عند شي واحد من صحابه حيت هو موالف تيبقى معاهم حتى للصباح. وهنا البوليس مشاو عند اصدقاء الضحيه ومعاهم الابن ديالو وراهم واحد جوج صحاب الاب ديالو. وهنا فاش سولوهم البوليس قالوا لهم بالفعل الضحيه راه صاحبنا وكان معانا البارح قصرنا جميع وفاش وصلت 11 الليل مشى. وهنا هادوك صحابو غادي يعطيو البوليس معلومه مهمه واللي هي الضحيه كان تعرف شي بنت في هذاك الحي اللي تقتل فيه وكان تيبات عندها. وهنا البوليس قالوا لهم وريونا الدار اللي كنتم مقصرين فيها قبل ما يخرج من عندكم. بالفعل واحد من صحاب الضحيه غيوريهم الدار ديالو اللي قصروا فيها. وهنا البوليس فاش دخلوا هذيك الدار لقاو شي قراعه ديال الشراب مرميه. وهنا ولد الضحيه غادي يشوف الموتور ديال الاب ديالو في هذيك الدار ديال صاحبه. وهنا ما تردش الابن ديالو وقال البوليس هذا الموتور ديال الاب ديالي. هنا البوليس قالوا لهم اش كيدير الموتور عندكم؟ قالوا ليه راه خلاه مشى. هنا البوليس دخلهم الشك، طرحوا بزاف الفرضيات. علاش الموتور باقي هنا؟ من المفروض خاصو يديه معاه. واش هاد صحابو هما اللي قتلوه ورماوه؟ وفاش عمقوا البحث معاهم ما لقاو حتى شي دليل ضدهم لانهم من الاول ما نكروش وقالوا الصراحه. وهنا البوليس توصلوا بتقرير الطب الشرعي بان الضحيه كان في حاله سكر وبان الضربه كانت مميته والاداه اللي تقتل بها كانت مقده. وهنا البوليس رجعوا لهذيك الدار
اللي لقاو فيها الضحيه مرميه قدامها، وولاو دقوا في هذيك الدار. وخرجت عندهم واحد البنت وقالوا لها: واش ساكنه بوحدك هنا؟ قالت لهم: لا سيدي، ساكنه انا واختي. قالوا لها: واش ما كاينش شي واحد اخر كيجي عندكم؟ قالت له: مره كتجي الوالده. قال له: واش مزوجين؟ قالت له: انا مزوجه وراجلي عايش في اوروبا واختي غير جالسه معايا. قالوا لها: فين اختك؟ قالت لهم: مشات تجيب شي سخره. قالوا لها: واش في خبارك داكشي اللي وقع البارح؟ قالت لهم: في خباري. قالوا لها: فين كنتي؟ قالت لهم: كنت مع الوالده، فاش جيت قالوا لي الجيران شنو وقع. هنا البوليس بقاو كيتسناو اختها حتى جات، وعزلوها بوحدها وهضروا معاها وسولوها. قالوا لها: اختك كتقول بان في هذيك الليله اللي وقعت فيها هذيك الجريمه كنتو عند الام ديالكم؟ قالت له: سيدي، مشينا عند الام ديالنا. قال لها: هاد الام ديالكم في ساكنه، نمشيو معاكم عندها. بالفعل مشاو البوليس عند الام ديالها، دقوا عليها وخرجات. قالوا لها: واش انتي هي فلانه؟ قالت لهم: سيدي. قالوا لها: لا نسولوك. قالت لهم: مرحبا سيدي. قالوا لها: امتى اخر مره شفتي بناتك؟ قالت لهم: شي 3 ايام هادي. قالوا لها: واش ما جاوش عندك البارح؟ قالت لهم: لا. وهنا كانت المفاجاه، حيت البنات كذبوا. مادام الانسان تيكذب الا هو تيخبي شي حاجه. فاش واجهوا الام مع البنات قالت لهم الام: ما جاوش عندي البارح. والبنات بقاو ساكتين حيت كذبه باينه. وهنا البوليس قالوا لهم: قولوا الصراحه، هذاك السيد عند من جا؟ واش عندك ولا عند اختك؟ قالت له: لا سيدي، حنا ما كنعرفوش هذاك السيد وما جاش عندنا، حنا غنعاودوا لكم كل شيء. في هذيك الليله سمعنا شي صوت حدا السرجم. مشينا حدا السرجم، لقينا هاد الضحيه مع واحد السيد مول الدجاج وكيهضروا. في واحد اللحظه قال مول الدجاج الضحيه: اخر مره نشوفك هنا. قال له الاخر: انت ماشي شغلك. وتزايدوا في الهضره، وجبد مول الدجاج المقده وضربوا بها الراس ومشاو خلاه طايح تما. قالوا لهم: انتم فين كنتوا في هذاك الصباح فاش دقينا عليكم؟ قالت له: كنا في الدار وسمعناكم وما حليناش، خفنا من المشاكل. مشاو البوليس عند مول الدجاج وداوه الكوميساريه وواجهوه مع هاد البنات وقالوا ليه: واش كتعرف هاد البنات؟ قال لهم: ساكنين حدايا. قالوا ليه: شنو وقع قدام دارهم؟ قال لهم: انا نقول لكم كل شيء، انا اللي ضربت هذاك السيد، ولكن ما كنتش ناوي نقتلو. وعلاش ضربتيه؟ قال لهم: ما كاين ما نخبي، انا فعلا كنسكن في هذاك الحي وكنعرف واحد السيده مره كنمشي عندها للدار، وهذيك الليله كنت عندها في دارها حتى ل 12 ديال الليل، حتى جا عندها ودق عليها وقالت له: سير دابا. حتى المره اخرى بغى يدخل صحه ودفعها، وخرجت عنده انا قلت له: سير في حالك، وهو يضربني. بغيت نرد عليه الضربه، قالت لي السيده: ما خصني مشاكل مع الجيران، سيروا الزنقه وتقاتلوا. وبالفعل مشينا في حالنا بجوج. مشيت الحانوت ديالي وهزيت هذيك المقده، تبعته وتناقشنا وضربته وطاح، ولكن ما كنتش ناوي نقتلو. وهنا البوليس جابوا هذيك السيده، قالت لهم نفس الهضره اللي قال مول الدجاج. وهنا المحكمه حكمت على مول الدجاج ب 25 سنه، وهذيك السيده تحكمت 3 سنوات بتهمه الدعاره، وهذوك البنات تحكموا ب3 اشهر بسبب التضليل وتمديد البحث. هنا غنكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو. الا عجبتك القصه دير شي جيم وكومونتير ايجابي واشتراك في قناه نوستالجيا، والى حلقه اخرى ان شاء الله.